اصل يعني لا مؤاخذة انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. اه احنا مع بعض يا مهاميو، ها نشغل بعض شوية وانا تحت امرك في اي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسمح لكم كده انك كنتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي لي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زرنا النبي هيثم دبور. منوره باهلها. مرجان احمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ ايه اللي رماك على المر؟ الأمر منه. وبعدين بابا انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت في دي بقى. ها انا خلصت يا ابله، حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش قابله، والورق كله بيتلم اخر المحاضره. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكتب من اولها. Morgan, Ahmed Morgan proceeds to the dean's office. ايه ده؟ دي حاجه بسيطه كده على ما اسم حلاوه الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش. دي الساعه الصبحيه، ما حدش يقول للرزق لا. دكتور عبد اللطيف، اتفضل حضرتك قول لنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر، أن يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. اصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في ايه؟ أن يقول دي حاجه بسيطه كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. ده جننت. ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس العيال تفتكر ان انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالوا لي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص وش فقر. وإني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. دكتور عبد اللطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا، انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكوا الحلزونه عشان الحلزونه عزيزه عليا شويه. الحلزونه يما الحلزونه، الحلزونه يما الحلزونه، خبيني يما يا حلزونه. الحلزونه انتحرت، كانت تعبانه تعبانه تعبانه، والحلزون خبطته عربيه في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو
واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. اصل الميدان كان فيه زحمه كمان، وانسان غلبان خارج من شغله تعبان. ما هو كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا انسان، اديها في الكالتش كمان. تعرف الساعه اللي معاك دي بكام؟ بكام؟ امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكدب من اولها. Philip Morgan, Ahmed Morgan proceeds to the dean's office. تذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فوضى. ايوه يا حسن، تهدد كيان الوطن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدله حلوه هايله، بس سعادتك لو تجيب الكرافته كده شويه كده كويس يا حسن؟ قمر. هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، واحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو، بشلن، ب5 قروش، زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه، دوقي دوقي يا حاجه، دوق يا معلم، دوق ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش وموديه لامه بياكلوا قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جايه منين؟ مش جايه من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور. دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمردي زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل.